بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات. هادو هما الوصفات اللي يحبوهم ولادنا ويفرحوهم. جبت لكم اليوم وصفة لي غوفر او الوافل بطريقة بزاف سهلة ويجو مقرمشين من برا وطريين من الداخل. الوصفة هذه يا البنات خبيوها في عينيكم لانها وصفة ناجحة مليون بالمئة وتوالم بزاف فصل الصيف، والنتيجة راهي قدامكم. ونتمنى تخليو لي اللايك والاشتراك في القناه والتعليقات تاعكم الحفيزه لنمد المزيد والمزيد. وللوصفه خليكم معنا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي بول نكسروا فيه 3 حبات البيض بدرجه حراره المطبخ، نزيدوا نص كاس سكر عادي، رشه من الملح ضروريه في جميع الحلويات. هنا عندي ساشي تاع سكر فاني نخلطه قليلا بالخلاط اليدوي. من بعد نجيبوا الباتور ونخلطوا جيدا المكونات حتى ينسجموا لنا ويذوب السكر. والباتور ماشي ضروري تنجموا تكملوا بالخلاط اليدوي عادي، المهم نخلطوا جيدا المكونات. هنا نزيدوا كاس ونص تاع الحليب يكون بدرجه حراره المطبخ، والكاس اللي نبداو به نكملوا به. نخلطوا قليلا باش الحليب يدخلنا مع المكونات. من بعد نزيدوا كاس 3 الكيسان تاع الفرينه يكونوا ممسوحين ومغربلين. هنا نزيدو ساشي تاع خميرة الحلويات، هنا عندي 11 غرام، اللي عندها تاع 7 غرام دير ساشي ونص. من بعد نخلطو جيدا حتى تنسجم من الفرينة وتدخل مع المكونات الاخرى بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. ندخلوا جيدا المكونات. من بعد هنا نجيبو سباتولا ونحيو كامل الحواف كما راكم تشوفوا الجناب، نهودوهم ونضربوا شويه في القاع باش نتفاداو الفرينه ما تكونش لاصقه مع الجناب وفي القاع. ونزيدو نضربوا قليلا بالباتور. هنا نزيد نص كاس تاع الزبده او المارغرين دايبه وتكون بارده، ما نديروهاش سخونه، نضيفوها بالتدريج مع الخلط المستمر. نخلطو جيدا حتى تدخلنا داك الزبده في الخليط نتاعنا. وهذا هو القوام اللي تحصلوا عليه. من بعد نجيبوا الاله نتاعنا تاع لي غوفر، نخليوها حتى تسخن، نرشوا القليل من الزبده او الزيت وندهنوا جيدا داك الفراغات بهذا الشيء اللي عندنا. من بعد تجيبوا العجينه تاعنا ونقعدوا نفرغوا في الاله نتاعنا حتى يتعمروا كامل داك الفراغات تاعنا. نعمروا جيدا بهذه الطريقه. نغلقوا الاله نتاعنا ونخليهم حتى يطيبوا ونفتحوا عليهم. شوفوا الصراحه يجوا البنات هايلين، يجوا منفوخين مقرمشين. شوفوا راني نوريكم هنا جاوني سخونين صراحه يجوا هايلين البنات، انا ولادي يموتوا عليهم. هنا نزيد كامل العجينه تاعنا، نكمل كامل العجينه تاعنا نفرغوها ونطيبوا بنفس الطريقه كما راكم تشوفوا. والتزيين اختياري، كل واحد كيفاش يزين، كان يبغيه هكا عادي، كان يرش عليهم السكر، كان يدير معاهم الفروي البانان ولا الفراز، نزيدوا الشوكولا. شوفوا البنات هايلين هايلين. هذه هي النتيجه اللي تحصلوا عليها، يجوا مقرمشين وطريين من الداخل، خفاف خفاف ريشه. كما قلت لكم التزيين اختياري، كل واحد يدير واش يبغي وليداته. شوفوا هنا درت حبه درت عليها سكر كلاص، نزيد نزينها بخطوط من الكراميل او الشوكولا بهذه الطريقه. شوفوا البنات جو هايلين ويشهيو. وهنا بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.
ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا، باش تكبر القناة نتاعنا ونمدوا المزيد والمزيد. تهلاو في رواحكم، مع السلامة.